يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصله وسهل ما قد تعود. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب عشاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم. ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم. ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا عظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك
بارك عليه. السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك تقى الأتقياء صلى الله عليك السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليك السلام عليك أصفى الأصفياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليك وعليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأنبياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك من رب السماء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك من رب السماء السلام عليك دائم بلا انقضاء السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام
لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي لودنا بك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب لودنا بك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي اللهم صل وسلم وبارك عليه
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الواضح برهانه، المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شانه. خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه، وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة. صلى الله عليه وأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة. تعلقت إرادته العزلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوم. صلى الله عليه فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان. سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود. صلى الله عليه فتعطرت بوجودها كناف الوجود، وطرزت برد العوالم بطراز تكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. صلى الله عليه فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد، ولا يمل تكراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان. صلى الله عليه يتشرف بوجود ثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. وما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عمن لنا منوالا. جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا. صلى الله ترقى بالحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى. لهضت العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيل الضلال. صلى الله عليه وهو من فوق علم ما قدرت رفعة في شؤونه وكمالا. صلى الله عليه. سبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان، ويحار في تعقل معاني الجنان. صلى الله عليه. انتشر منه في العالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا فمن رحيم فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان
عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه. تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد صلى الله عليه. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله صلى الله عليه. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا صلى الله عليه. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه. فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية صلى الله عليه. وبرز فيها في خلة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صوة المجد بقربه صلى الله عليه. وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراه النسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما جعلنا قد إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم صلى الله عليه. نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفرقت بيضة التصوير في العالم المدرك الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول وصف كمال المضلك والحسن التام والزين صلى الله عليه. فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصناب الكريمة والبذور فما من سلب ضب إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه. فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موضع استقراره وموضع خروجه. وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصص صلى الله عليه. فكان مستقر في الأصناب الباكرة والأرحام الشريفة الظاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه. ونورا حير الأفكار ظهور وبال فضعن قديم الضراك من هذه الحروف بأن يركم في هذا القرطاس ما هو الذي من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه. وإن كانت
الألسن الأذى بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه. وإلا فأنا ضارب الأقلام عن شؤون خير لنا صلى الله عليه. ولكن الزليل تذوي لما حفظته من سير أشرف المخلوقين صلى الله وما أقربه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه. وبقيت رايته في القول منشورة على مر الأيام والشهور والسنين صلى الله عليه. داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولعج التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع آمين. فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافي آمين. ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطاء وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطاء وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. أقبل السعد علينا
الأصل العطاء وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطاء وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطاء وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب يا شريف الأصل لدنا بك في كل النوائي يا شريف الأصل لذنا بك في كل النواهي يا شريف الأصل لدنا بك في كل النوائي يا شريف الأصل لذنا بك في كل النواهي أنت ملجأ كل عاص أنت مأوى كل تائب أنت ملجأ كل عاص أنت مأوى كل تائب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطاء وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطاء وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب جمالا قد تجلى بالمشارق والمغارب يا جمالا قد تجلى بالمشارق والمغارب يا جمالا قد تجلى بالمشارق والمغارب يا جمالا قد تجلى بالمشارق والمغارب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطاء وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطاء وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب من توجه نحو بابك ما رجا من ذاك خائف من توجه نحو بابك ما رجا من ذاك خائف من توجه نحو بابك ما رجا من ذاك خائف من توجه نحو بابك ما رجا من ذاك خائف واغفر ذنب عبد قد أتى نحوك تائب واغفر ذنب عبد قد أتى نحوك تائب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطاء وتعم الآل جمعا ما بدا
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يغض ما حركته في الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه وشمائل التي هي أحسن الشمائل وهنا حسن النظم تماما وإلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماع والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المعدأ في هذه السورة صلى الله عليه. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم صلى الله عليه. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قيل في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه. وقد عددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا صلى الله ولما عليه. كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستوضعت هذا النور المبين أصلاب وبطون ما شرفت من العالمين صلى الله عليه. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من خصصت بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأم التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها صلى الله عليه. وضمت أشياءها بمعونة الله محافظة على حق هذه الذرة وصونها صلى الله عليه برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا صلى الله عليه. ولا نشكو منه ولم ولا عنلا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمل وقرب وقت برزي إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضل وتنتشر في آثار مجد الشريف. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. ومنذ علقت بهذه الذرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه. بقرب ظهور شراك هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوفة إلى التقاط جواهر كنوز صلى الله عليه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة صلى الله ولدت بكمال عليه. البشارة. وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام بالبركات والسعادة هذا الإمام صلى الله عليه.
ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات صلى الله عليه من عالم الغفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والثور صلى الله عليه. قدر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الصلاة على النبي وسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد عربي. الصلاة على النبي وسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد عربي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد عربي.
الشفاعة يا رسول الله يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله للبرايا بالشرع المبين تنشر الهدايا بين العالمين جئت للبرايا بالشرع المبين تنشر الهدايا بين العالمين اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا فحين قرب أوان وضي هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأنظار الجود الإلهي عنان الوجود تسج والجنة الملائكة بالتبشير للعالمين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت كنا هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الذور نورا فاق كل نور صلى الله عليه وأنفذ الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضع أمة تأنيسا لجنابي المسعود ومشاركة في هذا السباق الممدود صلى الله عليه وحضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود صلى الله عليه فانطلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد ومولانا محمد أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد
وسرور قد تجدد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. فطربوا يا هلال مثاني، هزار اليمن غرد، واستضيئوا بجمال فقفض حسني تفرد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد، حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. فلربي كل حمد جل أن يحصره العد، إذا حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا رسول الله أهلا بك إذا بك نسعد، وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل مقصد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. واهدنا نهج سبيله كي به نسعد ونرشد، وبجاهه جد وبلغ كل مقعد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. وصلاة
تغشى أشرف الرسل محمد صلوا عليه وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بدر أمه برز رافعا ضربه إلى السماء معميا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده والسماء صلى الله عليه. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين صلى الله عليه. وموضع ولادته وقبره بالحرمين صلى الله عليه. وقد ورد أنه صلى الله اللهم صل عليه عليه. وسلم ولد مخذولا مكحولا مقطوع السرة صلى الله عليه. تولد ذلك لشرف عند الله أيدي القدرة صلى الله ومع عليه. خروجه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب صلى الله عليه. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أم الشفاع رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستناس فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله عليه. قالت الشفاع فأضلهما بين المشرق والمغرب صلى الله حتى عليه. نظرت إلى بعض قصور الروم قالت ثم لمست وعجت فلم أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة أن يميني صلى الله عليه. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المغرب صلى الله عليه. واجبر ذلك عني ثم عاودتني الرعب والظلمة والقشعريرة عن يساري صلى الله عليه. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المشرق صلى الله عليه. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى بعث صلى الله عليه. فكنت من أول الناس سلاما وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه صلى الله عليه. وأن عين عنايته في كل حين ترعاذ وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. وقال رضي الله عنه فجر يوم الخميس جمادى الآخرة بعدما قرأ ما تيسر من القرآن العظيم. القرآن نعمة عظيمة فيه التحذير وفيه الترغيب
wa razaqanallahu al-fahma fihi syuha ni'mah azimah. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Wa awwalu ni'mati fil asl irsal habib al-ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Wa tsanih ni'mah atalana bil kitabil aziz. Wa tsalits ni'mah aqdarana ala qiraatihi ala lisani habibi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah ta'ala fi surah Maryam, fa innama yassarnahu bilisanika litubashshira bihil muttaqin wa tundhira bihi qauman ludda fa aqdarna wa alhamana al-fahma fihi wa ish ay madha taqulun law waqa'a syarr Allah yakfi syarr wa la nulham al-fahma fil Qur'an naqra'uhu wa la nafham ma'nahu in kana hasrah. Falhamdulillah ala hadhihi ni'am wa hifdhuha wa tawfiquha li syukriha mashi kamal Qur'an kalamullah jalisuk mata nazalat bil insan hajah yatlul Qur'an fa fihi al-ghina lil faqir wa fihi shifa lil marid wa fihi an-nur lil galab walakin Qur'an bagha adab inda qiraatihi wa tilawatihi. Allah la yufarriq bainana wa bainal Qur'an. Allahu yaj'alhu syahidan lana la syahidan alaina wa hujjatan lana la hujjatan alaina. Habib Ali beliau mengatakan ketika fajar pada hari Kamis Jumadil Akhirah, sungguhnya Quran ini adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada ancaman, di sana ada peringatan, di dalam Al-Qur'an ada kabar gembira, lengkap. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kefahaman dalam Al-Qur'anul Karim ya. Makanya untung kalau ada orang yang hafal Quran. Untung kalau ada orang yang mengerti tafsirnya Al-Quran. Mudah-mudahan kalau kita tidak sampai, mudah-mudahan anak-anak kita. Amin Allahumma amin. Kau lewis tua lah beb, hafal Quran tak hafal kau beb. Mudah-mudahan anak kita hafal Quran. Segala puji atas nikmat ini yang Allah berikan kepada kita. Pertama kali nikmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat yang pertama adalah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah nikmat yang datang kepada kita Al-Qur'anul Karim. Yang pertama diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua turunnya Al-Qur'an. Yang ketiga adalah nikmat ketika kita mampu untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan kita digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Perkataan Allah adalah teman kamu. Al-Quran ini adalah aslinya teman kamu. Makanya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau mengatakan, saya ini heran, kau leka heran bi orang ngocak bidikun, engkau sumpek, bihamun, engkau banyak masalah. Wa indahu Al-Quran, sesungguhnya di sisinya ada Al-Quran. Makanya kata Habib Al-Habsyi, saya ini bingung kalau ada orang yang ngomong aku sumpek, aku ake masalah, aku ake urusan, sedangkan di sisinya ada Al-Qur'anul Karim. Jadi orang dulu itu kalau sumpek mau Al-Qur'an, Pak. Itu saiki sumpek boleh politik. Kan iya. Kok caleg kalah gendeng. Sedek ake gendeng. Makanya eman panjenengan membaca Al-Quran di dalam sholat mendapatkan 100 keutamaan. Panjenengan dalam berdiri, panjenengan dalam sholat, duduk sholat panjenengan sholat sunnah mendapatkan 50 ganjaran setiap hurufnya. Panjenengan di luar sholat mendapatkan 25 setiap hurufnya. Makanya eman. Apalagi kita mendekati bulan suci Ramadan. Ini bulannya Al-Quran, Pak. Kalau setiap harinya tak kerungu Al-Quran, setiap harinya tak pernah tak ngeding panjenengan bi Al-Quran. Siapa maca Al-Quran? Wong bede masjid beldukun Al-Quran. Bede masjid nih, berarti sak kampung tak maca. Apa boleh bede compok? Apa boleh bede sak masjid Al-Quran nih beldukun, berarti sak kampung tak maca. Apa boleh bede compok?
Rajab syahrullah, Rajab bulannya Allah. Sya'ban syahri kata Rasulullah. Sya'ban adalah bulanku dan Ramadan adalah syahru ummati, bulannya umatku. Berarti apa? Bulan untuk kita membaca Al-Qur'anul Al-Karim. Eman. Ayo, nggih. Kaula beb mon Ramadan repot beb. Belanja, tuku wafer, tuku sampean mun dik celengan. Nek kan dik celengan lho, mun tak dik celengan jak macem. Mon dik celengan belanja mulai semangkin. Mulai semangkin belanja, kelambine wong wedok, kelambine wong rake, orang lake, kupluk. Apa boleh orang binek nek Pak? Golek kelambi rong minggu sampean. Tonjuk lagi Shopee cocok. Cocok. Aku tak pati cocok lho ya apa repot. Duduk nang maning cocok rong minggu. Lah orang laki kupluk gampang. Kari pas dicoba ganteng cocok. Masih juga. Nggih. Nah, mon dik celengan mulai Sya'ban nek semangkin nek sampean belanja. Mulai semangkin nek belanja buat anak, buat panjenengan, buat istri semua belanja. Ketika masuk Ramadan fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang tarawih pertama itu rame musala. Terakhir di Pasuruan sing rame. Golek cilok, golek sembarang. Harusnya sebelum terakhir itu tambah dikencangkan sarungnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan barokah. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kita mendapatkan fadilahnya Al-Qur'an, keutamaannya Al-Qur'an. Amin Allahumma amin. Rabbana fa'na barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatun fi fitani hadamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullah khair. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan bihudurikum ya Syekh Ziyad. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Mashkurin. Naam, alhamdulillah mashkurin ala hudurikum, natasharraf bihudurikum. Ahlan wa sahlan wa habaib. Alhamdulillah kita meminta nasihat, taujihat kepada beliau untuk bekal kita menghadapi yaitu Al-Qur'an, menghadapi bulan Ramadan. Kepada beliau al-waqt wal makan, falyatafaddal mashkura. Fadhal. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سمعتم ما شاء الله ما فيه الكفاية عن هذا الشهر المبارك، شهر شعبان. الشهر كان في السلف الصالح في هذا الشهر إذا هل هلال شعبان يهرعون إلى المصاحف، إلى مصاحفهم السلف الصالح من الصحابة من التابعين من جاء من بعدهم، هكذا يكثرون من تلاوة القرآن تجهزا لرمضان. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat ini. Sebetulnya sudah cukup kata beliau nasihat dari Habib Umar, kifayah tentang Al-Qur'an. Namun kita menambah kata beliau adalah aslafun as-salihun ketika masuk di bulan Sya'ban mereka bergegas untuk mengambil mushaf mereka mengambil Al-Qur'an untuk selalu dibaca dan untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an dimulai dari bulan Sya'ban sampai masuk di bulan Ramadan. Wal Qur'an sebab azim fi tanwir al-qulub wa ghidha' lil arwah wa tathbit lil fuad, tathbit lil qulub على الحق وعلى الصدق وعلى كل خير كما قال الله في النبي محمد لنثبت به فؤادك. Al-Qur'an itu menjadi penerang bagi hati kita dan Al-Qur'an akan menjadi makanan pokok bagi arwah kita, bagi roh kita dan akan menguatkan keimanan kita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala linutsabbita fuadak. Allah Subhanahu wa taala memperkuat keimanan Nabi yang ada pada dada Nabi dengan Al-Qur'an. Wa huwa aidan sabab li husul kull khair dini atau dunyawi. Dan Al-Qur'an ini menjadi sebab menghasilkan perkara dunia dan perkara akhirat. وهذا مجرب يعني هذا كلام الله أعظم شيء إذا قرأته من أجل حصول شيء من أمور الدين يحصل لك بإذن الله أو من أمور الدنيا غالبا بسرعة يتحقق ببركة قراءة القرآن.
أهم شيء تكون صادق النية مع الله في تلاوته. Dan Al-Quran adalah paling besar pemberian dari Allah, sesuatu yang diberikan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Quran. Al-Quran tergantung apa maksud dari tujuan Anda. Jika Anda mempunyai tujuan maksud dunia membaca Al-Quran, maka dengan niat as-sadiqah, dengan niat yang baik, dengan niat yang tulus, semua akan diberikan hasil oleh Allah Subhanahu wa taala, baik tujuan dunia ataupun tujuan akhirat. حتى يقول الحبيب علوي بن شهاب، حبيب علوي بن عبد الله بن شهاب الدين كان يقول كيف يأتينا الهم وعندنا القرآن وعندنا كتاب تثبيت الفؤاد للإمام الحداد وديوان الإمام الحداد، كيف يأتينا الهم وعندنا هذه الكتب العظيمة وأعظمها كلام الله سبحانه وتعالى. Habib Abdurrahman bin Syihab, حبيب عبد Abdullah bin Alwi, حبيب علوي بن عبد الله Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab, beliau mengatakan bagaimana mungkin kita akan susah, akan sumpek, gundah gulana, padahal ada pada kita adalah Ratibul Haddad, ada banyak bacaan-bacaan diwan Tathbitul Fuad, yaitu di situ dikarang oleh Al Habib Abdul Haddad, kitab yang diterangkan betapa banyak ilmu-ilmu yang terdapat di dalamnya. Bagaimana mungkin kita akan sumpek, apalagi ada kalamullah, yakni Al-Quranul Karim. وكان سيدنا عثمان بن عفان يختم القرآن في ركعتين، سيدنا عثمان، وكان يقول إذا صفت قلوبنا ما شبعت من كلام الله. Sayyidina Uthman bin Affan, beliau di dalam bulan Ramadan, atau fi ghairi Ramadan, atau di dalam Ramadan, beliau di dalam 2 rakaatnya menghatamkan Al-Quran. Beliau mengatakan lau tahurat qulubukum ma syabi'at min tilawatil Quran, kalau seandainya hati kalian ini suci, bersih, maka kalian tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Kenapa kita bosan? Karena hati kita kotor. والإمام الشافعي يختم في رمضان في رمضان 60 ختمة في اليوم، ختمتين يختمها في رمضان. Al-Imam Syafi'i selama 1 hari beliau di dalam menghatamkan Al-Quran selama 60 kali hataman Al-Quran selama bulan Ramadan. Beliau menghatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan itu 60 kali hataman Al-Quran. وهكذا كل من ارتبط بالقرآن يكون شأنه عظيم في الدنيا والآخرة. Barang siapa yang ada hubungan erat dengan Al-Quran, maka dia akan sya'nun azim, akan mendapatkan sesuatu yang besar baik di dunia ataupun di akhirat. يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، هكذا وصف العباد الذين ارتبطوا بالقرآن دائما مع القرآن، وكأنهم ويعرفونه يعني يداومون عليه ويهتمون به مثل اهتمامهم بأولادهم. Bagaimana kamu perhatian dengan Al-Quran, jangan sampai kalah perhatian kamu dengan anak-anak kamu. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mereka kenal kepada anak-anak mereka, mereka cinta kepada anak-anak mereka, memperhatikan anak-anaknya. Maka jangan Al-Quran, jangan kamu kalahkan dengan perhatian kamu dengan anak-anak kamu, sehingga kamu akan rugi nantinya jika kamu hanya perhatian kepada anak tapi tak perhatian kepada Al-Quran. والقرآن أيضا يشفع يوم القيامة لمن يواظب عليه. اقرأوا القرآن، قال النبي كما في صحيح مسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا يوم القيامة لأصحابه. هكذا يصور القرآن صورة شاب فيشفع في من يتلونه ويداومون على تلاوته. والله أعلم. Dan Al-Quran kelak di hari kiamat akan menjadi syafaat, akan menjadi penolong kepada siapa? Kepada mereka yang ahli mudawamah, yang ahli membaca daripada Al-Quran, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa kelak di hari kiamat Al-Quran akan menjadi syafi', akan menjadi penolong li ashabiha, bagi orang yang ahli membaca Al-Quran. Oleh karenanya mari kita niatkan dari sekarang di bulan Ramadan, sekarang bulan Sya'ban, sebentar lagi bulan Ramadan, siapkan diri kita, siapkan semangat kita, jangan sampai kita tidak membaca Al-Quran, karena bulan Ramadan sangat besar keagungannya. Insyaallah nanwi min hadhihi al-lailah annana nartabat bil Quran walau bil yasir, shay yasir min hadhihi al-lailah ila an nalqa Allah subhanahu wa ta'ala wa naqra yani walau hatta safha أو نصف صفحة. أهم شيء لا نترك القرآن، ننوي إن شاء الله من هذا الشهر ويأتي رمضان ونزيد إن شاء الله من تلاوة القرآن. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Niatkan dari sekarang ya, niatkan dari sekarang membaca Al-Quran sekalipun 1 safhah 1 hari, sekalipun 1 lembar 1 hari, diniatkan dari sekarang. Kita baca dari sekarang 1 hari 1 lembar, jangan 1 juz. 1 juz kebanyakan sampean.
satu hari satu lembar, walaupun satu hari satu lembar, apalagi bisa satu hari satu juz. Jadi kita masuk bulan Ramadan kita tidak kaget, kita sudah terbiasa dari sekarang membaca Al-Quran walau satu hari satu juz. Insya Allah mudah-mudahan niat baik kita ini didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan niat yang baik ini kita akan termotivasi semangat untuk beribadah, khususnya membaca Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولما ندم الفكر من دراري العوزة في المحمدية وجودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعل فيه محمودا ويكتب أملي في الأعمال المقبولة وتوجهي بتوجهات الخالصة والصلة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ضافرة وعلى باب عزته تحت الرحال فتشاهى منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين. أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيد سرك وحامل راية دعوتك الشاملة. الأب الأكبر المحبوب لك المخصص بالشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومدهار. قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك. سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلحدنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في هدرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي ترعي اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولأهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أدماء في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين
وتوجهنا به إليك مستشفئين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وداهره، وعم ببركاته وشريف بجاده أولادنا والدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة معنى وسورة، واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط الأدل بولد الحق في جميع النواحي والأقدار، وأيد من تأييد من عندك ونصر على المؤاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين، واختم لنا منك بخير، واختم لنا منك بخير أجمعين، وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نختم هذا الدعاء المولد سمت الدرار في مجلس دار المحبين في هذا المصلى وإلى حضرة النبي بجر الفاتحة.